مبدئيا يعني انا ابويا زمان الله يرحمه قال لي يا ابني اما تلعب لعبه روح العب لعبه فرديه، ما تلعبش لعبه جماعيه اللي بتلم ابو قرش على ابو قرشين. انا ما صدقتش كلامه وما سمعتش كلامه لان انا بحب الكوره، فالمهم دخلت لعبت في الكوره وبتاع. بس انا مختلف شويه، يعني سعد يعني حبيبي وكل حاجه، انما مثلا لو تيجي تتكلمي على محمد بركات تربيه مصر الجديده في ارض الجولف، عمر بن الخطاب لانجوج سكول، كنت بدرس ماث ساينس، يعني ما اعرفش حاجه اسمها حساب وعلوم، فدي بدايتي. فتلاقيني قاعد والدولاب بتاعي كريماتي الجل بتاعي، يعني بدلع نفسي يعني. فطبعا انا مش من النوع اللي اجيب دولابي واقفل بمفتاح وكده سايبه يعني. فطبعا العيال اللي حواليا كل يوم كل واحد يستحمى واحنا 30 لعيب، فاول حاجه يعملوها يعدوا على دولاب بركات، كل واحد ياخد جل واللي بياخد حته قد كده بياخد بقى حته قد كده. فعلبه الجل ما بتقعدش معايا حاجه خالص، يعني بقى يوم وبتخلص كل الناس. فانا قمت عامل ازاي؟ قمت نازل على الحته اللي بشتري منها، قلت له يا ابني اديني ايه 30 علبه. اشتريت 30 علبه ورحت فتحت ال 30 دولاب وحطيت لكل واحد علبه، قلت لهم عشان ما حدش يعدي على دولابي كل واحد عنده علبه جل. يومين ثلاثه لقيت عصام الحضري قال لي الجل بتاعي خلص يا نجم.